تعالى اقولك ازاي تعملي الجبنه الكريمي او جبنه الكوبايات اللي هي البريزيدو باقل التكاليف، وهتطلع معاكي زي جبنه الشركات بالظبط. بسم الله وعلى بركة رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا معايا كوبايتين من الزبادي، طبعا ده اللي عاملاه في البيت، ده الزبادي كامل الدسم. طبعا لو مش عندك هتجيبي اللي هو الزبادي الجاهز، علبتين كبار او 6 علب من الزبادي اللي هو الحجم الصغير. معايا نص كوبايه من الزيت، اهم حاجه يكون الزيت من النوع النضيف اللي هو ملهوش ريحه. ومعايا حوالي 3 او 4 شرايح من الجبنه الشيدر. طبعا دي الجبنه اللي انا عملتها معاكم على القناه، ممكن تستبدليها طبعا بحوالي 3 او 4 قطع من الجبنه النستو. هجيب بقى محضرة الطعام، هحط فيها المكونات دي كلها، الزبادي والزيت والجبنه، وهضيف حوالي نص معلقة من السكر ونص معلقة من الملح، وهضيف 3 معالق كبار من لبن البودر. طبعا لو مش متوفر عندك هتضيفي قطعة زبدة، او لو عندك قشطة وش اللبن هتضيفي حوالي معلقتين من القشطة. هنضرب المكونات دي كلها في الخلاط لحد ما ينعم معانا ويبقى معانا قوام كريمي بالشكل ده في منتهى الجمال. كده خلاص جهزت معانا. احنا حضرناها بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة. لو هنقارنها بجبنة الكوباية بتاعة الشركات طبعا تبقى اغلى بكتير بتاعة الشركات. احنا عملناها زي بتاعة الشركات بالظبط وبأقل التكاليف. احلى واطعم جبنة بريزيدو عملناها مع بعض في منتهى الجمال، تحفة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.